الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحب لغيرك ما تحب لنفسك تكن مسلما، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. هذا حديث عظيم من جوامع الكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ركيزتان أساسيتين لتحقيق العبودية الحقة لله رب العالمين، ولنيل رضوان أرحم الراحمين بالنسبة للعبد المؤمن في هذه الحياة، في علاقة الإنسان بربه جل جلاله. ثم بين لنا أثر هذه العلاقة الربانية التعبدية العقائدية بين الإنسان وربه، بين العبد وخالقه. بين لنا أثر هذه العلاقة في باب المعاملات. أولا، في إفراغ هذه القلوب من الغل والحسد والأحقاد، وعمارتها بمحبة الخير للناس. فكي يكون الإنسان مسلما لا بد أن يحب لغيره من الناس من الخير من الفضائل ما يتمناه لنفسه، ما يرضاه لنفسه هذا الإنسان، ثم يترجم هذا العمل القلبي إلى سلوك بإحسان إلى جيرانه، بإحسان إلى أقرانه، بإحسان إلى من يعيش معه في هذه الحياة. فقال: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. يتحقق فيك الإيمان الذي يرضاه الله عز وجل لعباده المؤمنين. أيها الإخوة الأفاضل، إن يقف مشرح النبي صلى الله عليه وسلم قول الحديث مشرح النبي صلى الله عليه وسلم وين القراء في الهواء. القراء بالنسبة للصحابة أين يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليتحقق أم الصلاة في اللوح. إن أولا الإنسان يكون مريض النفس ما يتعيش إلى قد بعد في المحرمات. إن اتق المحارم تكن أعبد الناس. الذي ذي العبد يعبد رب العالمين عز وجل في الخلق. خاطر كل يوم هذه الحياة ربي سفراغي ناس تعبد، أغي يمتحن، أغي يختبر من الطائعين الشاكرين، نغادي من العصاة الغافلين. ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعد في المحارم في الحرام
بعد في الحرام أتسير الديقال يعبد رب العالمين عز وجل. بعد ما يجي في الحرام ماتيماتيكمون ما يدخل العدل الحساب الرياضيات. بعد في الحرام وخدمة الحرام والسنان الحرام ونسدانا ظروف السوء التي تشجعنا في الحرام. الغنيمانيت تلحوظ الحلال تخدموا الحلال تصل الحلال تصدوا ديال يحمل الحلال. ورب سبحانه عز وجل طيب يحمل الحلال يتنزل بالبركه ينس في ذلك يتبعي ذلك في الحرام. أشحال أيتمثل الخير البركة الرحمة السر الذي يسمى الإنسان ما يبعد في الحرام ما يتنزل عنه في الحرام. أمنا كنير يفنون الحاجة والذفل يبقى سموميان هذه فسير هذه صوب ويتبنى الأثر الناس تغيير إذا العاقبة تزوروز إلا عبد يفنون الأمور ينس في الحرام. يبواس إذا أحد الصالحين يلحوه الغار مقار استساف قيل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه يوفى 99 100 سنة يوفى يفكاس ربي القوة يتوالي مليح يوفى ويهدي كرع ويسعى الطنل يوفى الصلاح الذرية ينس يتعجب أمير المؤمنين إناس يا فلان أشوف خضراء يا رب العالمين أن يغفي كسرى نعمة كيفية نعمة السمع نعمة البصر نعمة العقل نعمة الصحة العافية أشو سينا إناس هذه جوارح حفظناها في صغرنا فحفظها الله عز وجل عند الكبار. يسمي سيدنا عمر العزيزية إني تشوف فضل رب العالمين عز وجل إنك يحفظ الصحاينك الدريانك تسمرتينك تنفسيتينك تعيش من هنا والصعيبة يغيلي فن والصعيبة القرآن. إنس هذه جوارح حفظناها في صغرنا عن المحرمات. إنس جوارح بينا اسمي يغضى مزيان ذا مشطوح كلام حفظ ذنب سيكون تولى الحرام إنسو يهدر الحرام أضروا الحرام أفوسي بتوالى الحرام ولو كيتمنى الحرام. إنس الجوارح الناس اللي الصحة الدقدوقة الناس الزمغثنت الجمغثنت الحد في الصراط السوي وتعدى الدار والفين الدار الحرام. الناس اسمي القرى رب العالمين عز وجل يحفظ يثبت وضع الدار اقلب الضمغار يرنا صعير القوه صعير العقل صعير البصر. هذه جوارح حفظناها في صغرنا فحفظها الله عز وجل عند الكبار. وإذ أصاب الحلال اتق المحارم تكن أعبد الناس. زد وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. مرض العصر أيها الإخوة الكرام في هذا الزمان هو مرض انعدام القناعة. المرض الزمانكير ذا الشوف المرض مسعى القناعة ذكولانا وين يقضي رب العالمين. ربي قرر عن طريق السنة من صلى الله عليه وسلم وارضى بما قسم الله لك تكن أرض الناس. تذكر الصباح أي يذكر ربي الصعيد الرضا الطفلات السيدة الصعيد الراحة النفسية السعيد ربي داخل البنينات تصريح خاصة الزنا حشيتي كيكتبر بها أرد المقرار أرد الصغار. وارضى بما قسم الله لك تكن أرض الناس. لكن عجبني بعض الأخوات دار أحد الصالحين أشو دينا في القناعة في سفغ العقل إن الغنى
إن العز والغنى خرجا يجولان فلقي القناعة فاستقرا. إلى أحد الصالحين إلى بفضل العز أخذ الغنى أخذ سمر كانتيف، العز أخذ وذرين، العز أخذ الخير فرد الحول القبرين إفراد العقل وتهنى نرى إفراد العز اليسوع إفراد المال الكبار البختار الحول القبرين فلقي القناعة فاستقرا. أبو ليدي مقره ليدي القنيعة اسمي مقر القناعة سحب سيف القناعة تفكيس ربي الهبة، القناعة تفريني العز تفريني المال ناس كينير اسمي والقناعة. إن العز والغنى خرج يجولان فلقي القناعة فاستقرا. القول الثاني واش يقول القناعة تكسبك راحة النفس. القناعة الإنسان القنوع دائما يعيش مرتاح، دائما يعيش الإنسان واش يعيش الإنسان مطمئن البال. أو الحوايج تقصد أحد الصالحين كان عنده ديكار، عنده دي بيوس، عنده المبدع الدنيا كامل يملكو، يوثق من الجامعة يولا أمانة خدام. أشو يتصبوا في الشكار يلوق الطار من النعمة الأكلافينس الكريميون أتي بالطف أتي السرسلين أتي ستنبيه إكاد المصلين إناس شوفوا إناس شفتوا الخدام نتاعي هذا أخدام كيلو إناس يفيا ورا خير مني. قالوا يا فلان كيفاش انت اقدرك تملك بيت الطار من المال؟ الناس والله انا خدام ينو غيف لا سبب الناس ولينا خدام هذيك الصباح اللي يخدم اللي يصور المال الحلال ستيدي ناس الفاضل اللي يفضل ثقريس من النعمه للخبز ثبت ذلك شمسها وريه وريد تخمير اللي في الحياة العالمي الذي يتصف يصل بالصحة والعافية. الناس كيدير صوير السعير، الناس قلتو هنا والصحة وريد يفكر بالصلاح الذرية ديالو. الناس إذا الملكية ودي تساوى راحة البال. القناعة تكسبك راحة النفس تعطيك عزة. الإنسان القنوع اللي عزيز رب العالمين عزيز العباد ولا تذلك لغيرك. الإنسان القنوع ما يكونش دليل. المثال الثالث يقول واحد الصالحين من قنع استراح من أهل زمانه واستطال على أقرانه. الإنسان القنوع أشاف يراه اللي يسعون العز أزق الساعة راح أبدي قالوا يسعيشين يا نار أدر في مال سيدي عزيز الثقال وكل تسيدي يا نار ويسعى الإنسان النير ويسعى الشارع مذلول. آخر مثال في هذا الباب يقول ما بسطت أغصان ذل إلا على بذور الطمع. ما بسطت أغصان ذل إلا على بذور الطمع. الشرب اتبع الطمع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. في العلاقه ايديان ديال الانسان رب العالمين بعد في الحرام تسعون قناعه اتسير من العباد. من بعد هذه العباده اكيد في الثمره. جينا الثمره واش هي حب الخير للناس وأحب لغيرك ما تحب لنفسك تكن مسلما. ما سيوضع في حقانية ربانية يتسبب رب العالمين يتبعنا في الحرام أتحمر الخير الغاشية أما تحمر إيماني. تلي الثمرة للعبادة. من بعد الثمرة النظام أتني طرش الإنسان السلوكي ناس
وشنو هو الإحسان إلى عباد الله. وديك سلام العبد سوليس أتسعود الرحمن والخير والصن وتسترجم السلوك النير إلا نخدموني كنا الرحمة غير الأفعال الإحسان الكلمة الطيبة أترفض الإيذاء في عباد الله لمدنا وأحسن إلى أجالك تكون مؤمنا. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يوفقنا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. كما الوصايا الدعاء واحد طلب الدعاء يتزوج الله يفتح عليه بالزواج الله يفتح عليه الله يشرح يدوم المحبة والرحمة بيناتهم ويفتح ربي سبحانه وتعالى على جميع العباد سواء المتزوجين أو سواء الناس اللي يستناو الشفاء أو أي باب من الأبواب. ربي سبحانه وتعالى هو الموفق وهو السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت